نحن لا متواجدين مع الأستاذ أحمد والآن سميرة، من حسن حظنا أنه صادفناهم بالطريق. القضية اللي أثارت جدل كتير كبير باليومين اللي مضوا على السوشيال ميديا. أستاذ أحمد يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب، الله يسعدك يا رب، يعطيك العافية يا سميرة. يعافيك. أول شيء بنتمنى لكم الخير، والله هيك يجمعكم على خير يا رب. وبدنا نحكي لكم إنه نحن كلياتنا متضامنين معكم، كلياتنا متعاطفين معكم، وبنعرف إنه السوشيال ميديا والإعلام ممكن يعني يحول أي شيء لمسارات تانية ممكن تضر فيكم نفسيا وجسديا. من حسن حظنا إنه لقيناكم لحتى توضح الصورة للناس بشكل واضح وصريح. أستاذ أحمد، شو اللي صار؟ هلا اول شيء السلام عليكم، والله يعطيكم الف عافيه وشكرا لكم بوقفتكم معنا. هاي واحد. اثنين، الموضوع هو اللي صار لا في قضيه خطف، لا في قضيه تهديد، لا في اي نوع من اللي انذكر بالتعليقات وبالحديث اللي اخذ على السوشيال ميديا. تمام. واحد، الفكره انا وهالصبيه بنحب بعض اكثر من 2.5 سنين. تمام. صار الموضوع قبل على دور النظام البائد انه انا وهالصبيه هي بحكم هي من غير دين وانا دين ثاني، فنتناقش بالموضوع. بتقول لي انا اهلي ما حيرضوا. حاولت اتقدم لنا، تمام، 3 مرات على الاتصال انه حاول احكي مع والدي. انا بحكم انه ما بدي طالع اهلي بالخجله. طب بس سؤال، خلال 2.5 سنين حضرتك كنت بحمص؟ لكن يعني ما دخلك لا بمنصب ولا لك امير ولا لك قيادي ابدا ابدا. حتى في لي صور تثبت انه انا كنت بحمص، ولي صوره بالشام تحديدا. كنت رايح زياره لعند احد اصدقائي بالمشفى، تمام، شايل بوكيه ورد، تمام، بالشام. طيب وبعدها كيف وصلتوا للجدل اللي صار اخر شيء على السوشيال ميديا؟ اللي صار هو سبب الخمار. سبب الخمار اللي ايوه صار. تماما. هي كونها كانت على لبس السبور او كذا، انا بالعلم انه انا ما جبرت على اي شيء، وهي حريتها الشخصيه، يعني هي فيها تلبس اللي بدها اياه. هذا بدي اوصل لك، انه هي حريه شخصيه. هي اول ما فاتت هي كان انه عم تقول لي انه انا شوي انه لاقي الموضوع صعب، انه بدي ضل على ديني. قلت لها انا ما عندي اي مشكله. تمام. لما اجت فت عنا على بيتنا وصارت تشوف العادات والتقاليد هي عجبها. تمام. اول شيء تحجبت، هي اول شيء. بعدين شفت سبحان الله كنا ماشيين بالطريق بسوق كرم الشامه، تمام، شافت خمار قالت لي بس بدي اجربه. والله العظيم فاتت لجوا، تمام، لبسته قالت لي بدي ضل فيه. انت ما بدلته، طلعت فيه على الشارع ما بدلته. طيب هلا أنا سميرة بدي اول شيء تعرفي انه احنا كلياتنا هون اهلك، اخواتك، رفقاتك، بدنا تحكي لنا بدون اي ضغط، بدون اي شيء ممكن يخليك تغيري من اقوالك. اول شيء هالكلام الاستاذ احمد نحن اسفين، بس حابين نسمع منها أكيد كمان أكيد كرمال أكيد. الناس تشوف. أكيد. هالكلام الاستاذ احمد هو صحيح 100%؟ 100% كله صح. لا في حاله خطف، لا في حاله ترهيب، لا في حاله اعتقال لوالدك. لا حتى انا ما في مبين كاميرات لحد المعهد، في مكان مصور ما بعرف شو هو، في كاميرات موضحه اني انا احمد مشي وانا لحقته، لا خطف، لا ضربني، لا معه سلاح ولا سياره ولا طلعنا مشي. حتى انا كل الفكره بعته قبل يتفقد بابا، بس يشوف لي اذا بابا فعلا كان على الباب. ما كان على الباب وطلعنا انا وياه، وقت اللي لفينا على اللفه ما عاد الكاميرا صورت، مسكت ايدي بايده ومشيت. ناس كثير عم بتحلل لغه جسد وبتحكي انه الان سميرة كانت مرتبكه كثير وما قادره تمسك ايد الاستاذ احمد الى اخره. هذا الارتباك اللي كان موجود بلقائك مع اهلك شو كان سببه؟ اول شيء انا اول ما فتت على البيت بابا كان كثير هادي، بابا جاي معنا يعني على الطريق كان، فاول ما فوتي ماما تصرخ الله يغضب عليكي، قلبي وربي غضبانين عليكي. فانا هي الكلمه وترتني، طبيعي اي بنت يعني بدها تفوت تخاف. يكون في مشاحنات عائليه بعد الحدث اللي صار. طبعا ماما بعد شوي هدوها وفتنا. انا عندي اخوي عمره 9 شهور، مربيته من اول شهر مثل ما تقول، وكثير متعلقه فيه يعني، وانا وحيده اهلي فكثير بحب الاولاد. طلبت اني اشوفه ما رضت تورجيني اياه. هي خلافات عائليه بتصير بينكم. بس الان نحن عم ناخذ منكم تصريح رسمي من احمد وميرا انه لا في حاله خطف ولا في حاله تهديد من احمد، ولا احمد قيادي ولا احمد امير ولا حضرتك اساسا مخطوفه ومهدده بانك تلبسي اللباس اللي حضرتك لابستيه. لا ابدا، لا حتى صارت تطلع فكره على الاعلاميين انه هن جابريني، انه لا انا بكل الفكره انه انا بكيت بسبب اخوي، يعني انا حنيت له واشتقت له وهيك، فهون بكيت. انا طول التصوير شفته يمكن الفيديوهات والشغلات ما بكيت ولا اي شيء. حتى انا وطالعه دققوا على مسكه ايدي لاحمد، هو ماسك ايدي بس انا فتلت على اهلي فصرت بعيده عنه، فبين مثل كانه عم يجبرني امشي معه. والكاميرا اتاخذت بزاويه غلط. طيب. بس هيك التفاصيل الباقيه هي تفاصيل بتخصكم، تفاصيل حياتكم العائليه. نحن بنتمنى لكم كل الخير والله هيك يتمم لكم على خير ونحضر فرحكم كمان باذن الله. بدي انوه على موضوع صغير. تفضل. هلا تداول انه صار في تهديد بالقتل للاهل، تمام، صار في توقيف للاب ولا الاخوه، صار توقيف للاب بيوم الاب كاتب مدعي انه في خطف. فلما اجى الاب على المخفر لما حضروا انه نحن حضرنا بالقسم الحميديين، تداول انه هو بده ياخذ بنته، وكونها صارت زوجتي، تمام، كونها صارت زوجتي، وهي بتعرف اذا راحت على البيت بدها تنذبح. عرفت كيف؟ هي بتعرف انه خلاص رايحه، انه عم تقول لي احمد انا ما بدي اروح. ف
حان القسم الحميدي ما بيطالعوه، ولا هي ولا انا ولا هو على مسؤوليتهم، بيبت بالامر القاضي. صح. هل هي التفاصيل عائليه حتى بنتمنى انه ما كثير تنتشر على السوشيال ميديا لانه تفاصيل بتخصكم الكم. تمام، بس نحن اللي بيهمنا جوهر الحديث انه الاستاذ احمد ما خطف للان سميره. لا تماما. لا ما خطفني ابدا. كمان بس في فكره بدي اقولها، الناس اللي عم تطلع تعلق وتحكي حكي فاضي وتاليف من عندهم ويبهروا القصه كلها، فانا واحمد هي عم نحكي انه اي تعليق بدنا نشوفه، اي شيء بيسيء لنا رح نقدم شكوى باسم صاحب الحساب. يعني اذا بنقدم شكوى لسوريا كلها ما عندنا مشكله، لانه هي حياتنا وما حدا له علاقه فيها. ان شاء الله بعد هذا الفيديو رح توضح الصوره للناس اكثر، وما في اي تهديد. اذا فيك بس معلش لانه في كثير ناس حتتصيد تشوف مين في حوالينا وتشوف كل شو اسمه، شوف كل شيء في حوالينا حتى شوف في اعلاميين هون ما حابين بانهم يطلعوا، ولكن نحن بكل حريتنا عم نصور هذا الفيديو، واللي بيعرف مهدي كمان بيعرف انه ما في اي تهديد ولا اي حدا معلمكم انتم شو تحكوا، وهي الحقيقه على لسانكم. تماما. حتى نحن كنا عم نحضر التجمع هونيك ووقفنا معهم شوي وجينا تبشرنا لهون. يعني الله يوفقكم يا رب، نتمنى لكم كل الخير والله يسعدكم. وان شاء الله اللي صار هيك بيمضى على خير، ورب العالمين بيكتب لكم الخير الناس ما بيخلص، حكي الناس ما بيخلص. طبعا اجباري الله يكون بعونكم لانه اللي صار شيء كثير كبير، ونحن متاكد انه اثر على نفسياتكم بشكل كثير وكونه كبير. يعني الموضوع صار في قبل مشاكل على دور النظام وكذا، في عالم بدها تخرب السمعه.